حاجه بكرهها هو اني البس حاجه شكلها عادي. النهارده عايزه اوريكم شويه ستايلات خطيره وتحفه قوي، وعايزاكم تكتبوا لي رايكم على كل حاجه تحت في الكومنتس. حاجات كده مجنونه ومختلفه والوانها حلوه قوي، فيلا بينا نبدا. على هو ده ازاي جميل كده، بجد حلو قوي. اولا هو تي شيرت عادي جدا بس متدخل فيه التايجر من ناحيه الجيب ومن كمان من ناحيه الاكستنشنز بتاعه الكم، فهي بجد شكلها حلو قوي. وتنفع كمان المحجبات، انتوا ممكن تجيبوها او حتى تفصلوها وبعد كده تعملوا الجزء ده من التايجر. تحفه يا جماعه، مع شرب تايجر نفس الدرجه او مع شرب ابيض بجد هيبقى خطير، وحاجه اوت اوف ذا بوكس. مش هتلاقوا ناس كتير او بنات كتير بتلبس زيها، فبجد هي تحفه موت وعجباني جدا. فده تاني حاجه. معرفش يا جماعه انتوا تعرفوا ولا لا، بس انا بعشق اي حاجه تايجر وعندي منها كتير قوي قوي قوي، فانا ممكن اوريها لكم في فيديو منفصل لو حابين تشوفوا كل الحاجات الكتيره قوي التايجر اللي عندي. فده برده من الحاجات اللي هي حلوه قوي، بالذات لو انت حابه تبقي شكلك شيك وحاجه مختلفه مش كتير قوي بيلبسوها. هو انك ممكن تجيبي بنطلون جينز وتقصيه بشكل الزجزاج وبعد كده ليه اكستنشن بقماشه تكون تايجر، بجد حلوه. وممكن كمان تفصليها، مش هتاخد منك وقت كتير لو عند الترزي تتعمل، بس بجد هتبقى تحفه جدا وشكلها خطير. من الحاجات اللي انا حابه قوي اجربها، بس برضو عايزه اعرف رايكم هتبقى شكلها حلو ولا ايه. هي حاجه غريبه مش هتلاقيها ناس كتير قوي بتلبسها، بس ستيل هي شيك، مش غريبه قوي اللي هو تحس. احنا كلنا عندنا كروب توبس، يا اما كات او بتكون بالكم بالجينز، او ممكن تنفع حتى بالقماش. سهل قوي ان انت تجيبي طل وبعد كده تتنيه زي كلوشه كده وتخيطيه مع الحاجات دي، فانت هتعملي لها ريستايلنج وفي نفس الوقت هي شكلها حلو قوي. ولو عندك حاجه بتحبي تلبسي عليها حاجه تكون طويله، بدل ما تلبسي الشميزات الطويله العاديه او تلبسي مكملات الحجاب دي تلبسيها، وبجد شيك. والجينز بيبقى تحفه جدا مع كذا حاجه. انا عندي حاجتين هوريها لكم ازاي شكلها ممكن يبقى حلو قوي لو عملنا لها الاكستنشنز دي، هي تحفه. بس انا حابه الاكستنشنز تكون بالالوان الاساسيه ابيض او اسود عشان تمشي مع اغلب الحاجات اللي عندنا. فاكتبوا لي يا جماعه ده ياخد كام من 10 بجد يا جماعه خطير. انتوا عارفين ان انتم كروب توبس ممكن تعملوا اصلا فستان عادي، كل اللي انتوا هتعملوه هو انكم هتعملوا اكستنشن يكون طويله بالطول بتاعكم، فبجد مناسبات جدا واوت اوف ذا بوكس، مش هتلاقي ناس كتير قوي بتعملها. يا جماعه نفس الستايل بالظبط، بس دون معمول بشيفون بدل التول. الشيفون من الحاجات الحلوه، ومع البنطلونات الجينز او السودا بيبقى تحفه. نفس الوقت سهل ان انت تعمليه لنفسك. لو انت عندك تل شارب مثلا، ممكن اصلا انت تعمليها سراجه بطريقه ما تكونش باينه وتلبسيها وتنزلي بيها، بجد هتبقى حلوه قوي. فاعتقد ده هياخد اعلى ريت، بس برضو عايزه اعرف رايكم في الكومنتس. وما تنسوش تعملوا لايك عشان خاطر لو الفيديو ده وانا جاب لايكس كتيره معنى كده انتوا حبيتوا فكره الفيديو، فممكن اعرض لكم حاجات اكتر ان احنا ممكن نغير في الستايل بتاع اللبس ونعمل ريستايلنج. ده بطريقه يا جماعه تحفه. ليه؟ عشان هو تايجر. جماعه حلوه قوي، لان هو جينز بس بدل ما نحط عليه حاجه ساده احنا حاطين عليه حاجه مشجره، فبالتالي ممكن تلبسي عليه بنطلون تايجر، بنطلون جينز ابيض، بنطلون جينز بكل درجات الجينز وكمان الاسود او من كل الالوان، بس ما يكونش فيه حاجات تانية داخله، يعني الوان ساده. بجد هيبقى تحفه. ويا جماعه بجد شكله حلو قوي، اصلا ينفع مناسبات، فهو متهيألي ده من الحاجات الحلوه قوي واللي كمان سهله ان الواحد يعملها. انت ممكن برضو بنفس الكلام لو عندك اشاره بتخيطيه سراجه ما تكونش باينه وتشغليه وتشيليه وتحطيه بالالوان اللي انت حباها، فدي فكره تحفه موت. الجديد اللي فيها هو ان في فتحه في الكم من هنا، وبالتالي محطوط فيها نفس القماشه اللي محطوطه في الطول، فدي برضو مديه شكل خطير وحلوه قوي. حبيت عايزه اعرف انتوا ايه رايكم، وما تنسوش تكتبوا لي برضو ياخد كام من 10. ده ياخد مليون على 10. اولا ان درجه الجينز بتاعته حلوه قوي، الطول بتاعه حلو قوي، وكمان جاي زي مثلثات، فعامل زي كلوشه، فمش نازل كده على طول، لا هو عامل زي فوليوم، فده ينفع حلو قوي قوي للمناسبات، خطير. فلو انت محجبه ممكن تلبسي عليه جاكيت يكون جينز بكم، مش محجبه ممكن تلبسيه كده، هيبقى بجد شكله حلو قوي. والجينز بتاعه من اللون اللي هو الفاتح، فبجد هو ازاي تحفه كده، وبيعمل بالفوليوم خطير. فانا حاسه ان ده من الحاجات الجميله جدا، يمكن ده احلاهم كلهم. فكمان في خروجه بالليل على هيلز ابيض هيبقى تحفه يا جماعه. افكار كتيره قوي للحاجات دي، فعايزه اعرف انتوا ايه المفضل بتاعكم. مثالي التول هي الوان مختلفه، يعني التول الفاتح مع التول الغامق مش لون واحد، لا هو عامل زي ديجرادي من درجات اللون الواحد، مريح للعين. يعني اللي هيشوفه عليك الاول مره بجد هيقول انت ذوقك تحفه قوي، شكلها خطير. ومعاها الشنطه بتاعتها عجباني قوي قوي. فكره الحزام اللي فيها ما تقولوا ماتشي، يعني الطول بتاعها مع الادوار وفي نفس الوقت مع الحزام حلوه قوي، ومطول فيها فتعملها زي جيبه او سكرت طويله على هيلز
تحفه وبجد مش ممكن. فانا برضو عاجبني قوي دون، فاكتبوا لي رايكم ياخد كام من 10. بمناسبه من المسابقات اللي بحضرها هعملها، هيبقى بجد شكلها حلو قوي، ما اعتقدش هلاقي حد عامل زيها اصلا. دي جينز، فكلنا عندنا جي جينز، فانتوا ممكن تغيروا في الستايل بتاعها، تسوها شويه 5 سم او 10 سم، جوبير بالالوان اللي انتوا حابينها، جوبير بيج، جوبير اسود، جوبير ابيض، زي ما انتوا حابينها، واللي طبعا بدرجه بشرتكم، او تنفع كمان للمناسبات وللخروجات بالليل. دي لو انت عندك سكيرت وركناها جربي تعملي فيها الموضوع ده، بجد هيبقى خطير قوي. جماعه انا حبيت الستايلات دي، اكتبوا لي ده ياخد كام من 10. دي من الحاجات اللي انتشرت قوي مؤخرا، وفي ناس اصلا بقت بتبيعها، وانك تجيبي لي التاي وتكون عليها بقى زي قص وجلاتر وزتان وحاجات كده وحركات وبتاع. دي ممكن تتعمل بالجينز، وحاساها شكلها حلو قوي. فلو انت لابسه حاجه ساده وعايزه تليفيتد او تخلي شكلها مش عادي او مش ساده خالص، فهي شكلها بجد تبقى بيسك قوي، ممكن تحطي فيها التاي الجينز دي وبجد تحفه. وكمان بقى في براشز والدبابيس اللي بتفتح وتقفل دي، بيبقى في منها حاجات كتير، او ممكن زي اكسسوارز تحطيها عليها، هتبقى بجد حلوه قوي. انا عايزه برضو اجرب الموضوع ده، عمري بس طاي قبل كده، فمتحمسه ان انا اجرب الموضوع ده. وبرده سهل ان انت تعمليها بنفسك، يعني انت لو عندك اي حاجه جينز بدل ما ترميها، جربي ان انت تعملي منها تاي وتعملي لها اكسسورايزد بالحاجات دي، وشوفي بجد شكلها هيبقى عامل ازاي، تحفه. ممكن تلبسي تحتيه بيسك لان هو هيبقى مفتح، فممكن نحط تحتيه بيسك. الابيض هيبقى احسن عشان يفتحه، لان الاسود هيقفله قوي. الابيض او البيج هيبقوا بجد حلو قوي كبيسكس من تحت. ممكن بقى تطوليه لو انت محجبه، او تقصريه لو انت مش محجبه، له زي الدايموندز معموله من الجينز، وبعد كده متوصله ببعضها زي رينجز كده. اعتقد الحاجات دي بتبقى هاند ميد، فلو انتوا شاطرين في الهاند ميد ممكن تعملوها، او لو تعرفوا حد هاند ميد، او ممكن تشوفوا حتى الطريقه من يوتيوب. اي ثينك ان في ناس كتير قوي بتعمل الموضوع ده، فانتوا ممكن تجربوها، وبجد هتبقى تحفه قوي في المصايف، في خروجات بالليل. ما اعتقدش دي تنفع مناسبه قوي، بس هي واي نوت، اي ثينك برضو ممكن تنفع مناسبه، بس هتبقى بجد اوت اوف ذا بوكس جدا، يعني محدش عمل كده خالص قبل كده. دي برضو من الافكار الخطيره اللي ممكن تشوفيها وتعمليها في خروجات بالليل او في مناسبات. وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. انا حاولت اجيب لكم من اكتر الحاجات اللي هي بجد تنفع تتلبس وننزل بيها عادي، من غير ما تبقى شكلها ويرد او تبقى غريبه، بس في نفس الوقت فيها فكره. دي من الحاجات الخطيره قوي واللي حبيتها جدا. عايزه تكتبوا لي رايكم في الكومنتس، وايه البيس اللي عجبتكم، اكتبوا لي الرقم بتاعها وتاخد كام من 10، وتعالوا نجرب ان احنا نعمل زيها ونشوفها كمان نعمل لها ستايلنج. اكتبوا لي في الكومنتس، وعلى البيس اللي هتاخد اكتر ريت هي دي اللي هنعملها، وممكن نعملها ستايلنج مع بعض. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، واشوفكم في الفيديوز اللي جايه. باي.